السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة اليوم لكل البشر على وجه الأرض، وبالتحديد المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر. لماذا تتركوا القرآن؟ عليكم بالقرآن. القرآن ما زاحم شيئا إلا بورك فيه. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح أفضل الملائكة وسمي بالروح الأمين. محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، نزل عليه القرآن فأصبح أفضل الأنبياء المرسلين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبحت أفضل الأمم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن فأصبح سيد الشهور. ليلة القدر أنزل فيها القرآن فأصبحت أفضل الليالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوالله الذي لا إله غيره أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان فأصبح خير الناس. لماذا نترك القرآن؟ القرآن دستور الحياة ودستور المسلمين. إذا قرأنا القرآن وتمعنا فيه أصبحنا أفضل حال من هذا الحال. في آخر المقطع برجاء مشاركة الفيديو يوصل أكبر عدد عشان نوصل المعلومة الجميلة ديت، ألا وهي عليكم بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.